قال لك انت ليه ما بتعرضش تشكيلتك؟ قلت لهم بلاش. قال لك تبقى خايف من الحسد. قلت لهم ده تشكيل كله جولجاس. قال لك يبقى عندك لاعب ديفرنشال. يا جماعه لا النعمه، لا ده ديفرنشال ولا لاعب نيله. انا بس مش عايز اوريك تشكيلتي بجد لا يجرى لك حاجه. هوريك يا عم، بدل انت نفسك قوي تشوف تشكيلتي، تعال شوف تشكيلتي. قبل ما اعرض تشكيلتي لازم اوريك التغييرات اللي عملتها. بس الاول انا مبدئيا كده عامل -4، بعت صلاح وجبت سون وبقيت لاعب كومبارس وجبت مكانه خيسوس. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي. ونشتري ماني وصلاح، هيتقلق فيرمينيو. قال لك جن جنون الكوري. يا عم اقعد بقى. لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم. وتشكيلتي يا حبيب قلبي علشان انت مفكرني مداري او مخبي او اي حاجه. بص يا حبيبي اهي في حراسه المرمى اونانا، جايب اونانا 2 يا حبيب قلبي. خط الدفاع اللي انا معتمد عليه طول حياتي كابتن اكانجي يرحمكم الله، جايب 2. مدافع توتنهام جايب 2. تشيلسي تشيلويل جايب 0 واخد انذار. يعني بالصلاة على النبي جايبين 6. الحارس المرمى بالدفاع جايبين 6 نقط. مخبي عليك قوي يالا، مخبي عليك. خط النص سون جايب 2، راشفورد جايب 2، ميتوما جايب 2. انا زهقت من رقم 2. ميتوما جايب 2. ساكا الحمد لله عمل اسيست فجاب 6 نقط، الحمد لله يا رب. في الهجوم بقى عندي خيسوس جايب 1، ومايكل جاكسون جايب 1، وهالاند جاب جون في اسوأ ماتشاته وكنت مكابتنه فجايب 12. زي ما انت شايف كده النقط بتاعتي، وزي ما انت كده شايف كل حاجه حلو. عشان انا بخبي، عشان يالا انا بداري يالا. وانا بداري عنك التشكيل ده ليه؟ عشان انا خايف عليك. ويا ريتها جت على التشكيل بس. تخيل يبقى ده تشكيلك ودي نقطك وبتشجع مانشستر يونايتد. يعني لا بره اللعبه ولا جوه اللعبه مبسوط. طب اوريك حاجه تانية؟ انا هوريك بس حارس المرمى بتاعي، حارس المرمى بس في اول 5 جولات. اول جوله كان كابتن بيكفورد زي ما انت شايف جاب 2. بعد كده 0. قلت لا الواد بيكفورد ده بقى ايه، مش ظابطه معاه، اجيب اونانا. قام جايب 0. في الجوله الرابعه جاب 0. يعني انا من الثانيه للرابعه 0 في حراسه المرمى. يعني انا ما شفتهاش قبل كده. تبقى جايب في الجوله الثانيه 0، الثالثه 0، الرابعه 0 0 وبارك الله فيك. في ال5 جبت 2. يعني انا في 5 جولات جايب 4 نقط. 5 جولات من حارس جايب 4 نقط. مش عارف ده معدل ايه، بس انا عايز اقول لك على حاجه بس صغيره. انا جايب في ال5 جولات 4 نقط وكنت مغير اونانا بالسالب. يعني انا جايب في 5 جولات 0. الحمد لله. ده بس حراسة المرمى. يا عم مش هبقى داري عليك تشكيلي ليه؟ يا عم انا خايف عليك والله. طيب شباب خلينا نبدأ في ملخص خوازيق الجولة ونشوف ايه اللي حصل الجولة دي. اول ماتش كان ما بين ليفربول والذئاب. ماتش الصراحة كان ممتع جدا للغاية، لدرجة ان انا كنت هعيط في اخر الماتش. ليه بقى؟ انا زي ما انت شايف انا بعت صلاح، جبت سون. قال لك جن جنون الكوري، فانا جبت سون جايبه ب4 والله العظيم. صلاح جاب الجون الاول، عمل اسيست الاول. قلت عادي يعني، عادي يا عم ايه المشكله يعني.
ما صلاح انت متعود منه يجيب ايه 5 نقط بتاع الكلام ده، فاسيست يعني مع نقطتين بتاع، فعادي يعني مش مهم. صلاح عمل الاسيست التاني، عيني بدأت ترغرغ بالدموع كده، معرفش حاجة دخلت في عيني تقريبا. بقيت عمال اقول ما انا لو كنت سبت صلاح دلوقتي وكنت خليت سون لبعدين قدام ان شاء الله كان هيبقى احسن، بس ما حصلش نصيب يعني الحمد لله. لكن صلاح عمل الاسيست التالت، كنت باكل لقيت بقي اتعوج، قلت يا رب دي علامة دي ولا ايه، انا هتشل ولا ايه بسبب اللعبة دي. الاسيست كده كده اتلغى التالت يعني عامة، بس احساس مش عارف اوصفه لك والله العظيم، مش عارف لما يبقى معاك جوهرة وتبدلها بكزبرة يا ولاد بس يا معلم، بس ما فيش حاجة اصلا في الماتش تتقال اساسا. يعني هو الماتش 3 اسيستات لصلاح، منهم اسيست ما اتحسبش، كابتن نونيز او كوكيز اللي كنت براهن عليه وبلعب على اللي يشيل مع واحد تاني. بس يا معلم كابتن كوكيز كان دكة، اتصاب فجأة، جات له اللحمية في رجله، ماشي، وبعد كده قام نازل في الدقيقة مش عارف كام، ما عملش حاجة برضه. يعني هو نزل ما عملش برضه حاجة. كان في بعدها 4 ماتشات، وكان أهم ماتش بالنسبة لي طبعا ماتش اليونايتد، بس كان في برضه ماتشات تانية مهمة زي ماتش السيتي، زي ماتش توتنهام. أنا بالنسبة لي اليونايتد، أنا بشجع اليونايتد، ففريق هيجيب لي شلل على ما الدوري يخلص. فريق اخر 3 ماتشات في الدوري خسرهم من 3 من 5، كنا لعبنا 5 جولات خسرنا 3، يعني احنا جايبين 40%. حتى يعني انا مش فاهم ايه برينتفورد، ايه برايتون اللي بتكسبنا على ارضنا كل مره دي، مش هنتعلمها امتى؟ مش فاهم. مش ده اللي يشلني او ده اللي يقهرني. انا معايا اونانا، اونانا ده انا حاسس ان انا اللي معطله في حياته، مش عارف، من ساعة ما جبته جاب لي 0 و2، انا جايبه ب-4. طب هات اللي عليك طيب. خلصنا من اونانا، وبيخش فينا جون دايما في اول 7 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، خش فينا جون على طول في الاول. يجننك يعني يبقى معاك راشفورد ومعاك ميتوما ومعاك اونانا، يلا يا راشفورد اعمل حاجة، مفيش. طب يلا انت يا ميتوما احنا كده كده خسرانين، اعمل اسيست، هات جون يا ميتوما، اعمل اي حاجه فينا يا ابني، ما انت معايا اهو، انتوا مخسريننا اهو، اعمل حاجه بقى. لا، كابتن جوان بيدرو هو اللي يتألق. جوان بيدرو عمل ايه في حياته؟ نزل من على الدكه في ماتش جاب جون، بس هو ده اللي عمل، بس ما عملش حاجه تاني بقى. هو شاط ضربه جزاء ايام ما كان في السعوديه بنين، ما عملش حاجه تاني في حياته. هات بقى انت كابتن جوان بيدرو ده، بس انسى اصلا انه هيلعب، انسى انه هيبقى في القايمه. هتلاقي مراته رافعه عليه قضيه خلع فجاه، وهم ما عندهمش خلع اساسا. هتلاقي مشاكل الدنيا وقفت قدامه، بنته بتسنن، في حاجات كده هتلاقيها ظهرت لك فجاه. مش فاهم الصراحه ايه اللي بيحصل. دي عكوسات دي ولا دي ايه؟ انا مش عارف. المهم يعني كان عندنا كابتن جرينوود، وكان ماشي، مش عارف ايه الفريق ده والله العظيم. اللعيبه اللي بتدي تصريحات، وخالات اللعيبه اللي بتعمل مش عارف ايه. انا مش ما نزلتش مجوار ليه؟ دمه قفشه فشخ كابتن هويدا، والنبي يا كابتن هويدا يا ما ناقصه. يعني انت اسمك هويلاند وهو اسمه هالاند، عندنا الابوستروف اس ده، فممكن يا صاحبي تتعلم منه حاجه، عشان انت كنت جبت لي بالهارسيا في الماتش اللي فات ده. طب انت بدات اهو تلعب وبدات تتنيل، لمسه بس يا صاحبي، شوط بس على الجون، اعمل حاجه عدله يا صاحبي والنبي، ما مش ناقصه. والنبي يا هويدا شدي معانا. طبعا تنهاج بيطلع بالتصريح بتاع كل جوله ان احنا لسه بنبني الفريق.
يا اسطى يخرب بيتي، عامل السقاله اللي لابس حياتك. يا اسطى انت في حاجه، انت في مبيض محار علم عليك زمان او حاجه؟ انت كنت نقاش يعني. فهمنا بنبني فريق ايه اللي بقالنا قد ايه؟ 5 ماتشات خسرنا 3 يعني. هنبني ايه عن كده؟ ما ننجز بقى يا اسطى بقى، صب السقف بقى. ماتش السيتي ووست هام مش هقول لك غير ان هالاند يعني كابتناه، الدنيا حلو. 6 فرص كبيره، 6 فرص كبيره قوي، تمام، كبيره، ضيعهم، جاب جون بس. هالاند كان بيشوط الكوره، كنت يلا انت هتجيب لي شلل، يلا انت كمان، يلا انت ايه اللي انت اتحسدت؟ يلا احنا مش كنا ممشينا يا هاتريك يا سوبر هاتريك؟ انا مش فاهم، انت بقيت تضرب تاكل من ماك يلا ولا ايه؟ انت في ايه اللي حصل لك يا مش عارف تجيب اجوان؟ الواد ده اتحسد، الواد ده. انت قعدت مع هويلاند، قعدت مع هوايد عندنا. بالنسبه للتبديل اللي حصل في الدقيقه 95.7 ده، اللي هو كابتن اكي اللي نزل ليه؟ بيسلم شيفت يعني، نزل ليه؟ معلش يعني انا عايز اعرف هو نزل يسلم على اللعيبه؟ كان بيوصل اوردر طيب يعني، بجد نزلته ليه يعني؟ ايه لازمتها كابتن اكي اللي نزل؟ ما لهاش لازمه خالص. الماتش المنتظر وهو ماتش توتنهام وشيفيلد، ويا لما تحط املك على بني ادم، يا قال لك جني جنون الكوري. طب هات -4 طيب اللي انا جبتك بيهم، هاتهم طيب. 2 برضه، مش عارف ايه موضوع جدول الاتنين اللي انا، وانا داخل في اللعبه دي اتعلم الماس ولا ده ايه ده؟ طيب ما انا مش عارف. طب يا سون اسيست، طب يا سون جون واحد بس، طب جون واسيست، طب اي حاجه، طب ارفع كورنر يا سون، خد اي بونص من اي حته. طيب مفيش. بيطلع في الدقيقه 80. انا اول ما اتبدل انا حسيت بنغزه كده في الحته دي، عندي الشعار كده، حسيت بنغزه في الحته دي، بقيت مش عارف اقول انا ليه ضيعت على نفسي 16 نقطه، 16 نقطه بالسالب يعني. ماشي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. ولا ليها لازمه، الشيطان والله العظيم الشيطان. يفاجئني كابتن ريتشارلسون اللي بيتعالج عند استاذه غادة عبد الرازق، بيتعالج نفسيا، جاب جون وعمل اسيست وما شاء الله خارب الدنيا. اجي انا بقى اجيب ريتشارلسون يجي له فوبيا من الزبادي، تلاقيه بيتعصب لما حد يقول له لاكتل، تيجي له حساسيه. انا مش فاهم، لما بجيبك بيبقى في بتقلب ليه برعي؟ ما اجيبكش من هنا خلاص بقى نفسيتك اتحسنت، اسلوبك جميل، بتخرب الدنيا يعني. مش جون واحد، جون واسيست. الحمد لله. كنت عايز تشوف تشكيلتي؟ شفت تشكيلتي؟ مبسوط يلا. طب ولا ماديسون اللي برضو مراهن عليه في الرهان بتاعي، اللي قلت للناس تجيبه، يا ماديسون كانت ماشيه حلو. ايه بقى؟ ايه التشكيل كله اتنينات ليه؟ هو عايزها ماشيين اتنينات. ماتش نيوكاسل وبرنتفورد، وانا بامبوبو لا يتألق، ما فيش حد بيتألق. انا نفسي اعرف مين اللي تألق في الجوله دي يا جماعه. يعني الاول على الجوله اللي جايب ده انا كنت هتشل وانا بقلب كده، لقيت بيقول لك ايه بعد اليوم الاول ده، بيقول لك الافريج العادي مش عارف 32 نقطه، اول 10000 35 نقطه، وانا كنت جايب 18. ازاي
ازاي ده الافريج؟ ده الافريج ده اللي هو انت العادي، اللي هو انت ده الافريج. يعني انا كده بقى ايه من اخر 10,000 على العالم لما اكون جايب 18 في اول يوم. ده الافريج. ماشي عادي يا عم، في ايه؟ عادي والله، لعبه والمصحف لعبه عادي. تبص بقى تلاقي ايه؟ ويلسون جايب جون من ضربه جزاء. بص ان يعني بيختار جوله. يا يلا على البخل، يلا ايه اللي بقوله ده؟ في اليوم التاني ده كان كل اللي شاغل تفكيري ان تشيلسي تتعادل او تخسر عشان ما تعدناش. ما احنا الاتنين ميتين اصلا، يعني احنا الاتنين والله العظيم بنطلع في الروح. تشيلسي جايبه 5 نقط في 5 جولات، وبارك الله فيك، ونيم جايبه 5 من 5. تشيلسي جايبه 5 من 5 في 5 جولات. ده ما بقتش تشيلسي، فريق محارين بلدنا ده. انا مش عارف، واحنا جايبين 6 نقط في 5 جولات. النقطة الأخيرة دي تقريبا كسبناها. المهم تشيلسي بقيت مش عارف. أنا واحد معايا تشيلول، ومعايا كابتن زفت مايكل زفت جاكسون. أنا نفسي أعرف يالا مين اللي علمك الكورة يالا؟ مين أول واحد قال لك أنت موهوب يالا؟ أنت رحت المكان ده إزاي؟ أنت رحت إزاي؟ أنا جبتك إزاي يا الله يخرب بيت ده بري سيزون يا أخي. أنا مش هتفرج على بري سيزون ده تاني، ولا بريزون بريك. انا اي حاجه فيها بي ار مش هتفرج عليها. المهم معايا تشيلول ومعايا كابتن مايكل جاكسون. طب احل بقى المشكله ازاي دي بقى عشان ما يكسبوش بقى؟ فبدات تجيلي افكار. هما لو تعادلوا 5-5 والواد تشيلول يجيب جونين ومايكل جاكسون يجيب 3، هتبقى الدنيا حلوه قوي والله تبقى الدنيا جميله. المهم تشيلسي تعمل كلين شيت، ودي من النوايا. يعني انا اصلا جايب تشيلول عشان دي تحصل، فبتحصل كل 5 جولات مره. يقوم عامل ايه بقى؟ تشيلول دكه. ايوه ده الماتش الوحيد اللي انا جايب فيه تشيلول عشان يعمل كلين شيت، بقى دكه ومنزله في الدقيقة 80. أنا ما حسيتش بيه، الواد كان ريحه خفيف يا حبة عيني. نزل لقيت اتضاف نقطة بقى 1. بشرب بق الشاي لقيته طلع تاني ولا ايه؟ لقيته رجع 0. وبص لقيته واخد انذار. ريحه خفيف الواد ده حبيبي، يعني لا كلين شيت ولا نقطة. جايب لي كحكة بسكر. ما انا التشكيل بتاعي لو ما فيش مثلا 1 ولا 2 جابوا لي كحك بسكر ما ينفعش، ما بعرفش افطر تاني يوم. هسقف ايه يا اخي؟ ده في كوره جت للواد زفت ده، للواد مايكل جاكسون، شاطها في التالتة شمال. ويا ريت شاطها في التالتة شمال مثلا في الصف اللي قدامه او اللي فوق شويه. ده ابن اللعيبه جابها في اخر كرسي من فوق. يا نهار اسود، انت يالا زفتش كده ولا فوق يالا، فوق يالا بجد يالا. انت كل ماتش يالا بتجيب لي نقطة يالا. في لاعب بياخد 5 انذارات في 4 ماتش، بياخد في 4. يا نهار اسود انا بقيت انسى. في لاعب بياخد في 5 ماتشات 4 انذارات يالا. كروت شحن، فكرها كروت فكه يالا بتشحن لاهلك. جايب لي وحايد. حتى ام الماتش اللي جبت فيه جون بعتك. يا نهار اسود، جايب لي وحايد، وانا جايب لي صفار. عايز تشوف تشكيلتي؟ افتكر اني قلت لك بلاش يا صاحبي. كده فل قوي، كده فل. ارسنال وايفرتون، معلش بيبان عليا الاجهاد في اخر الفيديو، اعذرني. ماتش زي ده
ماتش زي ده يا حبيب قلبي الناس كلها عماله ايه، محدش راضي يتكلم، الناس كلها ساكته تقريبا عشان الواد ايه، بيكفورد. الدقيقه جت 60 ولقيت نقط بيكفورد بدات تزيد، فقلت لهم يا جماعه الخير ده عشره قديمه، ده استحاله يكسف صحابه، ده استحاله يكسف اي مهاجم في الدقيقه 89. ما كملتش الكلمه، كانت 69 لبس الجول. والله يا بيكفورد انت لو عملت كلين شيت ده تبقى يعني معجزه تبقى من عجائز الدنيا السما. مش عارف والله العظيم، يعني انت يا بيكفورد انت هتعمل كلين شيت امتى؟ ايه يا ابني؟ يا ابني تعبنا، يا ابني تعبنا والله العظيم يا بيكفورد، تعبنا. مفيش كلين شيت، مفيش اي حاجه. انا بحمد ربنا ان ساكا عمل اسيست، يعني انا تشكيلي كل تشكيلي هالاند جاب جون وساكا عمل اسيست، 11 لاعب عاملين جون واسيست. انا لو بختار حدي بادي هيجيبوا جوان اكتر من كده، انا لو بخلي ابني حمزه يختار لي التشكيل هيجيبوا جوان اكتر من كده. لا وبدي نصايح. هيشلني بقى مين اللي عامل برضه عشانه السالب؟ كابتن خيسوس. بس يا عم عملت بس. خيسوس كان دكه بيلعب بكابتن نيكيتيا عشان يبقى هو ايه، دكه. حتى اما نزل من على الدكه ضيع انفراد. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا شباب، واسف لو طولت عليكم او حاجه. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب، خلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. مع السلامه يا رجاله. كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم، هتشتري ماني الجوله دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح هيتألق ماني. طب ايه الحل؟ الحل يا جماعه عشان ماني وصلاح يرتاحوا نشتري ماني وصلاح هيتألق فيرمينيو.